اهلا بيكم. موضوع حلقتنا النهارده عن الايثيكال هاكر او الاختراق الاخلاقي. هنعرف مع بعض النهارده ايه هو الايثيكال هاكر، وازاي الايثيكال هاكر بيقدر يحمي السيستم او الشركه او المؤسسه من الاختراق، وهنعمل مقارنه ما بين الايثيكال هاكر والهاكر. بما اننا اصبحنا في عالم التكنولوجيا، واصبحت التكنولوجيا هي الحجر الاساس في كل تعاملاتنا، سواء التعاملات دي كانت بنكيه او رقميه، فكنا لازم نوفر الحمايه لتامين العمل بشكل تام، ونوفر الحمايه للشركات وللعملاء اللي بيشتغلوا جوه الشركات من اي هجمات الكترونيه ممكن تضر بيهم. فكنا لازم نوفر حاجه مهمه جدا في السكيورتي، وهي سريه المعلومات. بمعنى ان مفيش اي حد يقدر يحصل على المعلومات بتاعتك او الداتا الا بالشخص المسموح له ان هو يحصل على المعلومه دي. وكنا لازم نوفر حاجه تانية مهمه جدا، وهي سلامه المعلومات. بمعنى ان مفيش اي حد يقدر يعدل في الداتا بتاعتك الا بالشخص المسموح له انه يعدل فيها. وهنا ظهر الايثيكال هاكر، لان الايثيكال هاكر بيقدر يحمي السيستم او المعلومات والداتا الخاصه بالمؤسسه من اي هاكر عايز يستغل المعلومات دي. طب ليه الشركات الكبرى والمواقع الالكترونيه بتحتاج الايثيكال هاكر؟ لان الايثيكال هاكر هو شخص بيقدر يعمل فحص شامل لكل الانظمه والاجهزه اللي موجوده في السيستم، وبيقدر يكتشف الثغرات الامنيه ونقاط الضعف اللي بيستغلها المخربين لاحداث اختراقات وسرقه للبيانات واحداث اضرار جسيمه في المؤسسات وللعملاء. تأمين الشبكات والمعلومات أمر لابد منه في أي شركة أو مؤسسة، وبالذات الشركات اللي بتعتمد على التعاملات المالية والتسويق الإلكتروني. بمعنى إن لازم الموقع الإلكتروني أو السيستم بتاعك يكون متاح للأعضاء وللأشخاص إن هم يدخلوا عليه. فتخيل كده إن في هاكر جه اكتشف ثغرة في السيستم بتاعك وخلى الداتا بتاعتك مخفية ومفيش أي حد يقدر يحصل إليها. فتخيل كده كمية المشاكل المالية والخسائر اللي هتجيلك. وهنا بيجي دور الإيثيكال هاكر، لأن هو بيقدر يسد الثغرات الأمنية اللي موجودة في الشبكات وفي السيرفرات، وبيقدر يحمي المواقع الإلكترونية من البرمجيات الخبيثة بشتى الطرق الممكنة. الاختراق الأخلاقي بيأتي بعدة تخصصات، ومنها أنظمة التشغيل والشبكات الإلكترونية والمواقع الحاسوبية، وكل تخصص بيكون ليه لغة برمجة خاصة بيه يجب إتقانها وفهم أساسياتها، زي البايثون والجافا سكريبت، السي والسي بلس بلس وغيرها كتير من لغات البرمجة، وأيضا فهم آلية التعامل مع الهاردوير والسوفت وير، وفهم اساسيات التشفير والامن المعلوماتي. والتشفير ده حاجه مهمه جدا في السكيورتي، لان هو بيخلي اتصالك بالموقع امن، وبيخلي الداتا بتاعتك مخفيه انت بس الوحيد اللي تقدر توصل اليها وتتحكم فيها. طب دلوقتي عايزين نعرف الفرق ما بين الايثيكال هاكر والهاكر. الايثيكال هاكر هو شخص بيقدر يعمل اختبار اختراق على السيستم، ولكن بطريقه سليمه وشرعيه، وبيتم تنفيذ كل الاوامر اللي تم الوصول الى المؤسس ده، وبتكون الأوامر دي سرية جدا ومنفعش أي جهة أخرى تقدر تطلع على المعلومات دي. الإيثيكال هاكر بيبدأ يسلط الضوء على المشاكل اللي ممكن حدوثها في الأجهزة وفي السيرفرات، ويبدأ يحدث الأجهزة دي بشكل مستمر عشان تكون في جاهزية لأي عملية أتاك. أما الهاكر هو شخص مش محتاج تسجيل دخول أو تصريح للدخول على أي سيستم أو على أي موقع إلكتروني، ولكن بيمر ب5 خطوات مهمين جدا لإتمام عملية الأتاك بتاعته. الخطوات دي هي الريكونيسنس، السكاننج، gaining access، maintaining access، واخر مرحله هي مرحله الكليرنج. الريكونيسنس ودي المرحله اللي بيبدا فيها الهاكر يجمع معلومات اكتر واكتر عن التارجت بتاعه، وبتكون المعلومات دي اي بي ادرس او شبكات او لوكيشن للمؤسسه. السكاننج دي بتسمى مرحله المسح، بيبدا الهاكر يعمل سنيفنج على الشبكات الموجوده، ويبدا يطلع الثغرات اللي موجوده في الشبكات دي. gaining access، والمرحلة دي بيكون فيها الهاكر جمع كل المعلومات بتاعته عشان يبدأ ينفذ عملية الاتاك. maintaining access، والمرحلة دي بيكون بيحافظ على وجوده كاتاكر على السيستم. الكليرنج، ودي المرحلة الأخيرة، بيكون الهاكر مسح كل حاجة تثبت وجوده ان هو كان على السيستم ده، ودي مرحلة مهمة جدا في عملية الاتاك. الايثيكال هاكرز بيستخدموا برامج، وهي برامج الباج بوينتي بروجرامر، والبرامج دي بيستخدمها الايثيكال هاكر لاكتشاف مواضع الخلل والضعف اللي بتكون موجوده في السيستم، وقطع الطريق عن الهاكر، وسد ما امكن من الثغرات التي من الممكن ان يتم استغلالها. وبكده يكون عرفنا دور الايثيكال هاكر المهم جدا لحمايه المؤسسات والشركات وحمايه الداتابيز بتاعه المؤسسات. وبكده تكون انتهت حلقتنا. استنونا في حلقه جديده من برنامج بروجرامر على تلفزيون الشروق.